أهلا بيكم على الطبيعي بودكاست. معاكم رامي طارق. زي ما عودناكم احنا بنستضيف الأعلام والدكاترة الكبار في مجال العلاج الطبيعي، وهنا لينا وقفة لأن مش لازم الكبير يبقى كبير سنا. احنا معانا دكتور بالرغم من حداثة سنه إلا إنه واحد من الناس اللي أضافت جدا للمهنة. أنا الحقيقة بتشرف بيه جدا 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 وسعيد جدا إن هو قبل دعوتنا ونورنا. والحقيقة أنا هاكلمه بصيغة الند والأستاذ، ويمكن أكتر من كده لأن هو متخصص في مجال حساس جدًا، ألا وهو مجال أعصاب العلاج الطبيعي، أو مجال العلاج الطبيعي لأمراض وإصابات الأعصاب. الدكتور اللي معانا دكتور دفعة 2013، رجل مَر على تخرُّجه 12 سنة فقط، وخلال ال12 سنة دول وضع معايير وأُسس وحَط طُرق لطلب العلم في مجال الأعصاب. الراجل المجتهد المحترم اللي أنا باتشرّف إنه قاعد معانا النهارده، دكتور محمد ياسين. أهلًا وسهلًا بيك يا دكتور. أهلًا بيك يا حبيبي، في أهلًا، الأول أهلًا، والله أنا مبسوط جدًا إن أنا مع حضرتك النهارده، يا أهلًا وسهلًا. وشكرًا على المقدمة الجميلة دي والله خالص يعني تستحق ربنا أكتر يجعلنا عند والله، حسن الظن يعني دايمًا، تستحق أكتر يا حبيبي، ومبسوط جدًا والله إن أنا معاك في البودكاست النهارده، حبيبي. وأول ما حضرتك قُلت لي أنا يعني الفكرة نفسها فكرة جميلة بالنسبة لي، فلمّا حضرتك قُلت يالّا بينا يعني عشان إحنا بتقابلنا ناس كتيرة ما تعرفش حاجة عن المهنة نفسها، صحيح، وعن التخصصات اللي جواها، يعني صحيح. حتى الناس لمّا ييجي لها في التنسيق مثلًا علاج طبيعي أو أي حاجة، هو مش عارف أصلًا إيه العلاج الطبيعي أصلًا يعني أنت واسمه كتبت رغبة كام صحيح؟ بالضبط. كانت الرغبة الكام العلاج الطبيعي بالنسبة لك؟ كانت 33 بصرة. حقيقي 33 برضه. أنا كنت واحد من الناس اللي مش عارف يعني إيه علاج طبيعي أصلًا يعني، آه، أنا بس رصيتهم كلّهم ورا بعض، آه. وهو كان العلاج الطبيعي ما كانش فيه غير في جامعة القاهرة بس اللي هو الحكومي يعني، آه. فهو جه في التنسيق جامعة القاهرة، فخلاص نروح بقى نكتشف إيه العلاج الطبيعي، فبنحاول على قد ما نقدر الناس بقى اللي بعد كده ما تقعش في نفس أي نعم، السكة دي، تبقى تعرف فاهمة اللي بيحصل إيه. تعرف إن في علاج طبيعي، في تخصصات جواه، في حاجات من الكلام ده كله. بس فأول ما حضرتك قُلت لي ولقيت نفس الفكرة دي أو الهدف بتاع البودكاست ده، فقُلت لأ هو ده اللي في دماغي، يالّا بينا نتوكّل على الله وربنا كده يعني يجعلها حلقة كويسة ومعلوماتها كويسة وتكون خالصةً لوجهه يعني إن ربنا شاء الله. يبارك فيك يا دكتور محمد، نورتني ربنا يبارك والله. في حضرتك. وبمناسبة حكاية التنسيق دي، قصة كنت حكيتها في حلقة دكتور محمود الراس. من ساعة ما جالي التنسيق وجالي علاج طبيعي، فكان ماتش الأهلي والإسماعيلي سنة 2000 بقى، أنا عجوز شوية. ف فجالي التنسيق سنة 2000، ماتش الأهلي والإسماعيلي كان شغال، وأخويا عرف إن أنا علاج طبيعي. وبعدين لقينا بعد الماتش في الكواليس كده في غرف اللعيبة، واحد بيقلّع اللعيب الشراب، قال لي: "أنت أهو يا رامي، أنت أهو." أنت فيعني والله، فكانت ذكرى ما انساهاش لأخويا، ربنا لأ يرحمه. أنا كان صاحبي كان هو اللي بيجيب لي التنسيق بتاعي، إمم، فالمهم كلمني في التليفون قال لي: "أنت جالك علاج طبيعي." إمم، فباقول له: "فين دي؟" قال لي: "جامعة القاهرة." فباقول له: "خلاص مش مشكلة هابقى أحوّل." آه، قال: "لأ ما هو دي ما فيهاش تحويل." فباقول له: "ما فيهاش تحويل إزاي يعني؟" قال لي: آه، "ما فيش غيرها، فأنت لو هتحوّل هتروح بيطري بقى، هتنزل بيطري." آه، قُلت له: "وأنت جالك إيه؟" قال لي: "جالي بيطري." قُلت له: "خلاص أنا هاحوّل بيطري ما فيش مشكلة." هتروح مع خلاص صاحبك. تمام آه، أنا كنت باحب بيطري جدًا يعني آه، باحب آه، المجال وبتاع، آه، بس فلمّا سألت بقى في طِب بيطري لقيته غير اللي في دماغي، فقُلت لأ أيوه، استنى بقى يعني خلّيك في علاج واصبر طبيعي. بس كده خلّينا نشوف وسبحان الدنيا الله، فيها إيه يعني. اختيار ربنا طبعًا دايمًا كلّها خير. أقدار يعني، بس يعني كانت مفارقة كده إن أنا إيه، كنت فاكر إن في بقى لدرجة يعني أنا كانت وأنا باكتبها في التنسيق ما كنتش عارف أصلًا إن دي لوحدها يعني هي اتحطّت يعني، اللي طب ما هو الناس كده معذورة يا كنت فاقول له محمد، يالّا بينا ما دام فيها. أنا وأنت يعني اخترنا الرغبة ما إحنا ال33، الناس معذورة كده، بنحاول يعني بنحاول اللي بعد كده ما ما يحصلش معاه يحصلش نفس معاهم اللي الحاجة، حصل يعني معانا. يبقى أيوه، الدنيا يعني يبقى عارف أو oriented بالحتّة دي شوية يعني، أيوه، خصوصًا إن دلوقتي ما الكليات عندنا كتير جدًا، أيوه، فخلاص بقى يعني المفروض الناس تعرف إيه العلاج الطبيعي ده عامةً يعني، صحيح، وما صحيح. بقاش في بيت تقريبًا ما فيهوش حد ما بيروحش علاج طبيعي يعني، تقريبًا، لازم يعني. تقريبًا، تقريبًا، ولو إن الوعي برضه لسه بعافية، لسه يعني لسه شوية، لسه آه. شوية، بس إن شاء الله جاي. طيب كلمنا عنك يا دكتور محمد شوية كده، وقُل لنا مشوارك من ساعة التخرُّج لغاية دلوقتي. تمام، هو أنا زي ما حضرتك قُلت أنا محمد ياسين، زي ما حضرتك قُلت أنا خريج 2013 اهم. جامعتنا جامعة اتخرّجت جامعة القاهرة، القاهرة جامعة القاهرة. بصرة. أحسن ناس يا باشا. الله يكرمك يا باشا. طبعًا بقية الجامعات فوق راسنا طبعًا، والله، طبعًا، بس هي بس كلمة جامعة تتقال كده. القاهرة يعني معلش يعني. بس بعدها اتعيّنت في القصر العيني، في مستشفيات جامعة القاهرة، ويمكن فيها مفارقة يعني كبيرة شوية في الحتّة دي، وإحنا في الامتياز بنقضّي في القصر العيني، فكان صاحبي اللي هو الأنتيم بتاعي عماد، فباقول له: "بُص إحنا هنكتب أي حاجة في التكليف ما عدا القصر العيني، مش عايز أروح القصر العيني." قال لي: "خلاص تمام."
فطب اديني بطاقتك اسجل لك، عارف انت فاكر الحوارات بتاع ايوه التسجيل ايوه والجو ايوه ده. فاديته الحاجات كلها، قلت له سجل بقى انت، اكتب لنا اي حاجه اي حته ما عنديش مشكله، بس اكتب انا وانت نروحها وخلاص. قال لي اه تمام. اه فالبي بقى يعني اعتمد على حد ثالث. تمام. الشعب المصري. الحد ايوه الثالث ده ما يعرفش ان مستشفيات جامعه القاهره هي القصر العيني. فراح كاتب بقى اديها بقى، يلا يا باشا كل سنه وانت طيب، مستشفيات جامعه القاهره. اه فانا كنت مسافر وقاعد في اتوبيس كده، ولقيت مسج جت، كانوا بيبعتوها لنا في مسج كده ايوه ففتحت تم تكليفك في مستشفيات جامعه القاهره. قلت الحمد لله، انا ما اعرفش كمان ان هي. قلت تمام حلو جدا. فكلمت عماد بقول له ايه اه مستشفيات جامعه القاهره؟ ايه دي؟ مستشفى الطلبه ولا دي اه مستشفى ايه ولا دي جوه الجامعه ولا ده ايه ده؟ اه قال لي مش عارف. طب استنى نسال انت. قلت له انت جات لك نفس الحاجه؟ الله جات لي نفس الحاجه. بندور. قلت له مستشفى جامعه القاهره هي القصر العيني. قال لي بجد؟ دخلنا بقى من ساعتها القصر العيني يعني بقى. كان الحمد لله يعني كده يعني قضاء وقدر يعني، دخلناه بس كده الحمد لله انك تمام. دخلت القصر لا العيني لا الحمد مدرسه. لله، طبعا طبعا احنا الحمد لله. اتعلمنا، انا الامتياز بتاعي برضه قصر عيني. ف... والله انا اتعلمته سنه الامتياز ده، كان ما حاجه. والله هو ده اللي بقوله للناس كلها، اللي هو انت لا تتعلمه في السنه دي والله ما حد يعلمه لك تاني، ما فيهاش يعني. عارف انت القصر العيني عامل زي ايام الجيش، بالظبط. كانت احلى ايام، الهي لا يرجعها، بس يعني كده. بس هي احلى ايام. بس احلى ايام. اه بس طبعا. ايام انضباط وصحيان بدري وامضى وبصمه. كان بالظبط. ما هو موال هو اه فعلا هو بيعلمك السيستم نفسه يعني، حتى لو ما حدش بيشرح لك حاجه، بس كون انت واقف مع مريض اصلا اه صحيح، تتعامل، لا تتعامل مع المريض. يعني دي لا حاجه بس في كبيره جدا يعني. اقسام كانت جميله. اه كانت طبعا جميله طبعا. يعني قسم شريف مختار ده انا لا ده استفدت فيه من اول استفاده. ما اتفتح لغايه دلوقتي، والدنيا اه ما شاء الله الله عليهم اكبر يعني، الله. الدنيا جميله انت جدا عارف انا يعني. اتعاملت مباشره مع دكتور شريف مختار، ما شاء الله. يعني كان حاجه. لا دلوقتي تلامذة الدكتور شريف اه طبعا، ربنا ما شاء يعني الله. يعني يكرمه ويجعله في ميزان حسناته يعني، كل امين يا الكلام رب ده كله. امين. بس دخلنا بقى القصر العيني تمام. وانطلقنا. بعدها بشويه طبعا في مفارقه تانية جوه القصر العيني عامه. انا انا اول ما اتخرجت ما كنت بشتغل كاردياك راب اصلا. اه تمام. اه. بحب الكاردياك راب بقى، واللي هو طب التأهيل انا بقى بقى بتاع هفاجئك الناس. بحاجه. انت عارف ان انا راجل مرسي. ماسكولوسكليتال، اه طبعا. عظام، ويعني الحمد لله من الناس الشاطره في العظام يعني. الحمد لله. انا كنت نيورو. احنا كده بدلنا. اه يعني انا كنت بشتغل تخصصك اول ما اتخرجت. يعني انا امتحنت الامتحان بتاع دبي هيلث اوثورتي بتاع دبي. فساعه الامتحان قلت لهم يا جماعه انا شاطر في النيورو قوي، ما تسالونيش اورثوبيديك. سبحان قلت الله. لهم كده، راحوا ساليني اورثوبيديك. بس ما انت سلمتهم يعني، اه خد يا والله. باشا. جاوبت ايامها، كان لسه الامتحان شفوي قبل ما يبقى البرومتريك بقى والنظام الحالي. فالحمد لله عديت من اول مره، الحمد كانت لله. حاجه. الحمد لله. اه لا لا انا كنت بشتغل كاردياك راب اصلا، سبحان والدنيا الله. تمام وزي الفل. بعد كده دخلنا بقى فبتوزع على الاقسام، فاحنا استلمنا متاخر، فالاقسام كلها اتملت. مم. وانا اصلا كنت بشتغل اورثوبيديك، كنت بشتغل مع دكتور محمد سرحان، طبعا فاورثوبيديك بقى طبعا خلاص بقى. طبعا طبعا. فخلاص لو ما لقيتش كاردياك راب اورثوبيديك مش اورثوبيديك مشكله يعني. صحيح بس صحيح. وديني يا باشا اورثوبيديك 18 20 عياده خارجيه اي حاجه اورثوبيديك، كله مقفول. طب ايه اللي مفتوح؟ قال لي في قسم اسمه قسم 15، وقسم مش عارف الباطنه وابو الريش. قلت له مبدئيا كده انا ما بحبش اشتغل اطفال، فحط ابو الريش على جنب. طيب مستشفى الباطنه فيها كاردياك راب؟ قال لي لا ده كلها بقى اي سي يو حاجات وبتاع. قلت له لا مم. ما بحبش الكلام ده. طب ايه 15 ده؟ قال لي ده اعصاب. احسن الوحشين فمفيش بالنسبه مشكله لك مفيش يعني. مشكله نروح اعصاب. رحنا بقى اعصاب وانا ما اعرفش حاجه في اعصاب يعني، رحنا قعدنا تمام. فبقيت تتحط ايه بقى، يجي الدكتور النايب يسلمك الريفيرال بتاع العيان، والعيان اهو، والريفيرال اهو، يلا يا باشا ادخل اشتغل. اللي هو ايه ده بقى؟ فاول طلاسم بقى بالنسبه لك انا. اول سنه لينا كان اللي بعدنا كانت فاضيه، اللي هي ايوه 2014 دي كانت فاضيه. ايوه. فاحنا ما كانش في امتياز، فاحنا بس احنا بندخل خلاص للعيان انت ونشوف بقى. اه ويمكن دي من حكمه ربنا ان ما كانش في امتياز الحمد لله يعني، كانت اتعلمت بقى، الدنيا كانت هتبقى اتاسست بايظه يعني. اه. بس فيا باشا الكتب اهي والعيان اهو ويلا بينا، برافو والدنيا مشيت. برافو. يعني دلوقتي لما افتكر الحاجات دي بقول يعني يمكن ربنا اختار يعني، اكيد ربنا سبحانه اختار وتعالى. لنا احسن حاجه يعني الحمد لله. سبحانه وتعالى. لما بشوف الناس تقول لي انت شغال نيورو، ويقول لي اه انا نفسي اشتغل زيك نيورو، انا بقعد اضحك جوايا اصلا، انا ما كنتش سبحان بشتغل الله نيورو اصلا. سبحان الله بس يعني الحمد لله يعني، هي دي سبحان طبعا الله اقدار، سبحان وربنا الله. بيختار لنا احسن اه حاجه والله. الحمد لله. انا والله وانا طالب كنت ما بحبش الاورثوبيديك خالص. اه والله والله والله. يعني انا سبحان الله العلي العظيم. ناس كتير بتعتبرني يعني من الناس المميزه في الاورثوبيديك في مصر، ما يعرفوش المعلومه دي. أنا ما كنتش بحب الاورثوبيديك خالص، ما كنتش بحب العظام خالص خالص. سبحان الله. فربنا بيختار لك حاجه انت ما تبقاش مرتبها. اكيد طبعا يعني، سبحان الله. هو اقدار كده ربنا بيظبطها ويشوف الاحسن حاجه ليك بعد شويه هتبقى ايه، وانت كده كده مش بتبقى عارف الكلام ده ساعتها.
بس واحده واحده بتتظبط يعني. عشان سبحان الله. كده ما حدش يشتم في تخصصات يا جماعه، عشان هتلف الدنيا تلاقي نفسك انت. ايوه صحيح. انت اللي بتشتغل التخصص ده فاهدى شويه كده وايه. صحيح صحيح. كل التخصصات جميله وكل الناس حلوه بقى، عشان بس ايه الدنيا هتلف وهترشق فيك. وهتلاقي نفسك فيها. طيب. بعدها بقى خلصنا راس عيني والحمد لله، ربنا كرمنا دلوقتي فاتحين العياده بتاعتنا الحمد لله. اللهم زد وبارك. بنحاول نشتغل فيها النيورو اللي احنا بدأناه مع اتعلمنا. بعض. اي نعم. بس والحمد لله كده ربنا يكرمنا ان شاء الله وتبقى العياده عيادتين 3. يا رب يزيد ويبارك. وادينا اهو شغالين بقى في يا الحاجات رب دي يزيد بسم الله. ويبارك ويوفقك يا رب دايما. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. لو انت مثلا جالك طفل صغير والطفل ده قال لك حضرتك دكتور، تقول له دكتور. دكتور ايه؟ دكتور علاج طبيعي. يعني ايه يا عم علاج طبيعي؟ او مثلا ركبت مع سواق تاكسي. انت عارف سواقين تاكسي ايه؟ لا جالك مكالمه، قالوا ايوه دكتور محمد معاك. ايوه تمام، مش خلصت مكالمه. هو سيادتك دكتوره بيه؟ عايز اقول لك ان المشكله دي كانت بتقابلني وانا ببقى راكب القطر مثلا. اي حد بيبقى راكب جنبي طبعا انا راكب مثلا 5-6 ساعات، فكده كده هتكلم في حاجه ليها علاقه بالعلاج الطبيعي، او لو انت شايل البلطو في ايدك ليله سوداء. يقول لك انت تخصص ايه؟ علاج طبيعي. بترد تقول ايه؟ بقول له بقى علاج طبيعي دي كان انه بندخل في حوار، فبقيت اعمل ايه بقى؟ يقول لي انت ايه؟ تقول له عصام. لفيت له كده لا خالص، قلت له انا دكتور نسا. خلاص بقى مش هيسالني في حاجه. عمل ايه؟ اتصل بمراته اقسم بالله والله العظيم وادهاني انا يا عم في ايه؟ حرام عليك يعني. مش عارف افلت بقى خلاص بقى فاهم. تمام يا باشا وانا مش عارف الم بقى خلاص. يا جدع انا بقول طب وانت لقيت النسا يا محمد؟ والله قلت عشان مش هيسالني في حاجه. قلت هقول له اعصاب هيقول لي رجلي منمله، هقول له عظام هيقول لي ركبي بتوجعني، هقول له اي حاجه. طب ما تقول له حاجه انت فاهم فيها. طب انت بتفهم في النسا؟ والله بص انا كانت المعلومات بتاعتي كلها هي الراوند بتاع النسا بتاعنا بس، فيعني تمام. فقعدت الاكسرسايز بتاع المصري. لا انت لازم تبعتي لي اشعه، ما انا مش فاهم حاجه. بقول لها ابعتي طيب للاستاذ الاشعه وانا هشوفها والكلام ده كله. ستر ربنا بعتت فعلا السونار وكان الريبورت مكتوب. عرفت اظبط فيه. قلت له بما يرضي الله الكلام اللي مكتوب فيه كده، وقلت له لا دي لازم تتابع مع دكتور نسا عندكم عشان يشوفها وكلينيكال. طب انت بتيجي عندنا؟ قلت له لا ما بجيش عندكم. نقلت العربيه بتاعت القطر اصلا. ما بجيش بس الحمد لله. لا بقول لك ايه، انت كده هتبوظ الحلقه. الحمد لله مشيت يعني. لا انا عايز ده كنت لسه اسالك تعريفك للعلاج الطبيعي تقول لي دكتور نسا يا راجل يا طيب. اعرف لك يا سيدي العلاج الطبيعي. قول يا سيدي. طيب بص هو فكره ان انت تبسط فكره العلاج الطبيعي دي الصح. ممكن اشرح لك النسا لكن اشرح لك يعني هي ضايقت بيك الدنيا. والله قلت افلت منه والله قلت افلت منه بس ما فلتش يلا. المهم يا سيدي عرف لنا. بص يا سيدي العلاج الطبيعي هي فكره ان انت تختصر يعني تختصر التعريف بتاع العلاج الطبيعي. انا بحس انها حاجه صعبه شويتين 3 يعني. ان انت مثلا حد يقول لك ايه العلاج الطبيعي فانت تقول له هو عباره عن كذا. ما هو ما فيش حاجه اسمها عباره عن كذا. ليه؟ لان الحوار كبر مننا شويتين يعني مثلا احنا لو كنا مختصرينه على فكره العظام بس، فانا اقول له مثلا لما انت قبل ما تعمل عمليه المفروض تعمل شويه حاجات كده تمارين معينه عشان تحسن القوام بتاعك والكلام ده كله. او لو من غير عمليه لو ظهرك وجعك والكلام ده حاجه كده علاج تحفظي غير الادويه والكلام ده عشان الدنيا تتحسن عنك. لو هنتكلم في الاعصاب فبقول له مثلا ان انت اكيد تعرف حد مثلا لا قدر الله عنده جلطات او حد عنده اصابات نخاع شوكي او حد عنده تنميل في رجله يا سيدي من غير حاجه، فاكيد راح لدكتور اعصاب. فاول حاجه الدكتور بتاع الاعصاب كتب له روشته فوق جلسات علاج طبيعي. تمام بيساعدك ان انت تكمل حياتك بشكل الى حد ما طبيعي. تمام. او الى حد ما تتحرك بشكل ما فيهوش الم وشكل وظيفي شكل حركي تمام كل حاجه فيك تمام. هو ده فكره العلاج الطبيعي. اتقمص شخصيه السواق بالظبط. يعني يا باشا حلو الكلام. بتعملوا ايه يعني يا باشا؟ بص يا باشا احنا بيبقى عندنا شويه اجهزه تمام وعندنا التمارين او التكنيكس بتاعتها. تمام. اجهزه شبه ايه يعني؟ شبه الاسانسير يعني يا دكتور؟ لا شويه اجهزه صغننه كده شويه حاجات كده هدفها كله انها تقلل الالتهابات تقلل الالم تظبط الدنيا عشان اعرف انا اشتغل. ما انت تخيل ان انت عندك الم وجاي لي وانا وسط الالم ده كله بقول لك ايه يلا يا باشا اعمل لي التمرين فلاني واعمل كذا ولف. طب ما انا مش قادر. طب ما انا اخد اسبرين يا دكتور وضيع الالم. ما هو الفكره في الاسبرين ان كده عندها مده وهتروح. يعني مثلا 8 ساعات 6 ساعات 12 ساعه 24 ساعه. والجهاز ده بقى تاثيره احسن؟ لا طبعا هو مش فكره تاثيره احسن. الجهاز ده بيجهزك للي انت هتعمله. يعني اللي انت هتعمله ده اللي هو تاثيره احسن اللي هو تمارينك بقى ان انت اظبط لك تمارين. يعني انتوا بتعملوا تمارين؟ انتوا كعلاج طبيعي بتعملوا تمارين علاجيه عشان ما تدخلناش في سكه ان احنا بندخل بقى تمارين ما اروح بقى الجيم واشيل. لا
دي مرحله قبل ان انت انا هاجي لك تنطلق في السؤال ده يا دكتور محمد، الفرق بين التمرين العلاجي وتمرين اللياقه. اوكي لكن انت تعريفك العلاج الطبيعي باختصار هو استخدام وسائل طبيعيه لمعالجه المريض. كان بالظبط. دايما دكتور سمير الصباحي ربنا يديله الصحه يقول لك العلاج ترايد، اما تدخل جراحي او علاج دوائي او علاج طبيعي. بالظبط. يعني فالعلاج الطبيعي هو النون انفيزيف مانوفرز عشان خاطر اعالج الجسم. بالظبط. طيب نيجي بقى للنون انفيزيف مانوفرز دي في تخصص الاعصاب. جميل جدا. يلا. طيب في تخصص الاعصاب، عشان نفهم اصلا العلاج الطبيعي بتاع تخصص الاعصاب لازم نعرف العلاج الطبيعي بيخدم عيانين مين في الاعصاب اصلا. جميل تمام؟ قوي. احنا بنخدم في الاول كده اشهر حاجه تقولها لاي حد في دكتور الاعصاب هي السكتات الدماغيه. اي تمام. نعم. ومصر نعم. يعني ربنا كده ان شاء الله يعني يعفو عن اهلها يا يعفو رب. عن اهلها يا رب. من الرانكينج في الحاجات بتاعه للاسف للاسف للاسف. الجلطات او السكتات ربنا الدماغيه. يسترها يا رب. ربنا يسترها. فالسكتات الدماغيه دي الايديال بتاعها او الشكل التريتمنت بتاعها او الشكل العلاجي بتاعها اوله هو العلاج الدوائي، بعد كده العلاج الدوائي بيقف، ثم حضرتك بتكمل علاج طبيعي. مفيش حاجه الله. تانية. صحيح. هتروح بقى لدكتور مخ واعصاب في الحته الفلانيه في كذا في كذا، مفيش دكتور مخ واعصاب هيقول لك اي حاجه ان انت هتعمل هتعمل علاج طبيعي وهتاخد حاجات ادويه بس تهدي الاعراض اللي ده موجوده حقيقي. وهكذا ده يعني. حقيقي. فهنا بيظهر بقى جزء العلاج الطبيعي الجزء الاعصاب يعني. اتفقنا؟ بس فاحنا بنتكلم في فكره ايه بقى السكتات الدماغيه وكده. فانت هتروح على اي دكتور اعصاب مثلا هيكتب لك ان انت لازم تشتغل علاج طبيعي، وتيجي هنا مرحله العلاج الطبيعي لجزء الاعصاب. تمام. طيب ممكن تخصص ايه تاني مثلا او مجال ايه تاني ممكن يفيد فيه في الاعصاب نفسها؟ الناس مثلا بتوع اصابات النخاع الشوكي. تمام. اصابات النخاع الشوكي ممكن ناس كتيره تفتكر ان هم نسبتهم قليله بس هم نسبتهم كتيره جدا. طبعا. تمام؟ للاسف. وبيبقوا محتاجين ناس متخصصه فعلا تتعامل معاهم، لان لو حد مش متخصص تتعامل انت خلاص. وديت الحاله في حته ثالثه خالص. وليها وقت معين تلحقها وما تلحقوش. بالظبط كده. صحيح. بس فهي هنا بقى تيجي فكره العلاج الطبيعي بتاع الاعصاب او التخصص الاعصاب واهميته بقى ان انت بتخدم الناس دي بشكل كامل ومكثف عشان تبدا الدنيا تتحسن وترجع له وظيفته. الله يفتح عليك. لان انت فكره ان ان المريض مثلا حصل له الاصابه دي لا قدر الله. حلو. الاصابه دي لما واحدة تحصل مثلا انا اسف ان اقطعك. لا لا خالص. مثلا اصابه الشلل الدماغي او السكته الدماغيه، الاصابه دي اعراضها ايه؟ المريض بيعاني من ايه واحنا بنساعده ازاي؟ بص يا سيدي احنا عندنا كده حاجتين. اول حاجه الاعراض اللي انت تعرف اصلا انك جات لك جلطه بيها فتتحرك بسرعه، ودي الله اهم أكبر. اصلا من اي حاجه. حلو يعني قوي. اهم من اي حاجه. عزيزي المشاهد ركز تمام. معايا. في شويه اعراض كده لو ظهرت لازم حضرتك تروح على الطوارئ بسرعه بسرعه تتوجه بسرعه على طول. كويس بسرعه بسرعه قوي خلص قوي. يعني. تمام. اول حاجه لو بدا يظهر تنميل في الوش خصوصا لو واخد نص الوش. تمام. تاني حاجه ان يكون في تقل في اللسان، حصل في تقل في اللسان وتلعثم كده والكلام ده كله. تالت حاجه ان انت وانت بتاكل مثلا لقيت ان الاكل بيسقط منك في الجنب كده من غير سبب ليه. تمام. رابع حاجه التنميل في الجنب كله بقى سواء الايد والرجل. تنميل واخد نص كامل ومش مبرر. تنميل كده مره واحده جه. تمام. الحاجات دي كلها لازم ان انت تجري في اسرع وقت، لان المفروض يعني الجزء يعني السكور بتاعه العالمي يتكلم في 4 ساعات ونص عشان تاخد الحقن المذيبه للجلطه. سبحانك اللهم. فانت لازم تجري بقى على اي طوارئ تعمل اشعاعاتك وكل حاجتك. لو اثبتوا ان انت موجود فيك جلطه وخدت الار تي بي او الحقن المذيبه للجلطه خلاص انت نسبه تعافيك اصلا ممكن تعدي 80%. خلصنا كده الدنيا تمام. هيبقى باقي شويه حاجات بسيطه بقى. يلا بينا ندخل على ايه العلاج الطبيعي يظبط لك الحاجات دي. كويس. طب لو ما اتلحقتش بقى هيبقى بقى حاجات كتيره ويلا بينا على العلاج الطبيعي بقى. تمام. تبدا بقى قصه العلاج الطبيعي معاك، يتعمل لك فحص الاول من دكتور العلاج الطبيعي يشوف ايه الجزء اللي ناقص عندك. طب ايه الاجزاء اللي بيخدم فيها العلاج الطبيعي. حلو. ولو لا قدر الله المريض ما لحقش الاعراض بقى اللي تبقى بعد العدم هو ده الاجزاء اللي بيخدم فيها العلاج الطبيعي. تمام. اول حاجه بيبقى فيه ضعف ممكن يوصل لشلل على الجانب نص الجسم بتاعك. اتفقنا؟ ايمن او ايسر. والرجل بالظبط. الايد والرجل اليمين او الشمال وهكذا. هنا احنا بنتكلم على السكتات الدماغيه بس. تمام. اتفقنا؟ تمام. طيب ممكن يكون في عدم احساس اصلا في الجانب ده، الاحساس راح. تمام. ممكن يكون في مشكله في الاتزان، انا في احساس وفي حركه بس الاتزان بتاعي مش احسن حاجه. تمام. دول اشهر 3 حاجات العلاج الطبيعي بيخدم فيهم. في حاجات بقى بتبقى على جنب كده نادره شويه. في ناس بيبقى حصل لهم حاجه اسمها نيجليكشن يعني انا جزئين اهو عارف ان في جزء يمين وجزء شمال، هو بالنسبه له في جزء شمال بس ومفيش جزء يمين اصلا. يعني لو انا بكلمك هنا هو تمام، عديت الحته دي انت مش موجود اصلا. تمام. فده نيجليكشن ده على فكره برضه العلاج الطبيعي ليه جزء كبير جدا بيشتغل في الحته دي. فالمجال بتاعه كبير جدا في المنطقه بتاعه السكتات الدماغيه او الكلام ده، وبيفيد المرضى لان المريض اول ما بيجي لك هو بيبقى مدمر بقى نفسيا مش قادر يتحرك الكلام ده كله.
شغل وقف، البيت طبعًا، وقف، كل حاجة طبعًا، وقفت. طبعًا، طبعًا. فأنت لو قدرت إن أنت تساعده كان في جملة كده مكتوبة في الكتب بتاعتنا وإحنا في الطلبة يعني، كان بيقول إن الphysical therapy الrule بتاعه أو الهدف بتاعه يعني، إن هو بيخلّي يعني make the patient is independent as much as you can. as much as تمام؟ possible ده. as possible. هو ده اللي إحنا عايزينه من العلاج الطبيعي بتاعنا، إن إحنا نخلّي المريض يعتمد على نفسه اعتماد إلى حدٍ ما كبير جدًا، يقدر إن هو يدخل الحمام لوحده، يقدر يتحرك لوحده وهكذا. ممكن حد مثلًا الحمد لله يعني ما اتعرّضش للحاجات دي، يشوف الحاجات دي بسيطة، بس الحاجات طبعًا، دي بتبقى vital جدًا بالنسبة للمريض. يعني طبعًا، أنت لو طبعًا. قدرت تخلّي على المريض يُقف بس لوحده تاني، الراجل ده يعني خلاص أنت كده مروّح بيعمل لك والحمد لله. تمثال لا، في لأ، قلبك. تمام أوي يعني. بس، فهي دي الجزء بتاع الأعصاب سواء في الجلطات. القصة بقى بتاعة إصابات المخ الشوكي دي قصة آه تالتة بقى، طبعًا، ده ده حوار تاني قصة كبير قصة يعني. حوار تاني، نعم. بالضبط، بس برضه هو ما لهوش حاجة غير العلاج الطبيعي، يقدر إن هو يوصّله لفكرة إن هو يقف لوحده تاني ويقدر يمشي تاني وهكذا. في مجالات جوّه الأعصاب أصلًا بدأت تظهر، زي مثلًا الحاجات بتاعة الbladder اللي هو التحكم في البول والبراز أي نعم، والحاجات دي أي كلّها نعم. في المرضى التحكم بتوعنا. بالمثانة، أي نعم. البلع، مشاكل البلع بدأ طبعًا، يظهر في team كامل بيشتغل عليها. طبعًا. جزء تاني بيتكلّم على العلاج الوظيفي نَفْسه، إن إحنا نبدأ نحرّك إيدينا بشكل الoccupational وظيفي therapy وهكذا صحيح، الoccupational صحيح. therapy. كل الكلام ده مُنشَق تحت الneuro rehabilitation الكبير، هو اللي بدأ الفروع بتاعته. يدّي الفروع دي. يا بس. سلام! والله أحسنت قولًا يعني وتفصيلًا واختصارًا، الله يعني يكرمك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. طيب دكتور محمد لو جينا ندردش مع بعض شوية في إنه آآ الوعي المجتمعي يفرق في إن إحنا نلحق ونقلل الrank بتاعنا في مصر عن الدرجة اللي إحنا واصلين فيها دي. أكيد. قُل لي إزاي؟ يعني إيه طيب. المطلوب مننا؟ إحنا دلوقتي مثلًا برنامج على الطبيعي وعلى الطبيعي podcast، إحنا بنحاول إن إحنا نوصل بالوعي المجتمعي ده للناس إن إحنا ناخد بالنا من صحتنا ونقلل الrank. أكيد. وأنا إن شاء الله بإذن الله أول واحد إن شاء الله هاخس بإذن إن شاء الله، يعني هاخس وإن شاء الله ألعب رياضة. دكتور سمير شد ودني جامد في الحكاية دي، تمام. فوالله بقى بيتكلم ويبُص على كرشي كده. اللي هو خلاص بقى يا دكتور. ربنا يدّي له الصحة ويبارك فيه. ربنا يبارك فيك. فإحنا عايزين توصية منّك وبعض النصايح، بس بلاش الوزن يعني غير إحنا قُلنا الوزن خلاص، خلاص. يعني بعض النصايح اللي نقولها للجمهور وللمستمع بحيث إن إحنا نفيده في النقطة دي. اتفضل. حلو جدًا. لو بصّينا على الحاجات بتاعة الجلطات، هنلاقي في حاجتين. أول حاجة الناس اللي بييجي لهم في صغار السن والناس الكبار. الناس الكبار أ، ب كده تشوف السُكّر بتاعك، ضغطك، الأمراض المزمنة بتاعتك، كل ده يتضبّط كأدوية، أنت كده تمام إلى حدٍ ما بعيدًا عن الجلطات. بإذن الله، تمام؟ كويس جدًا. لو فيهم حاجة أنت أهملتها، أنت كده بتزوّد فرصة إن الخطر، ييجي طبعًا، جلطة. طبعًا تمام؟ خطر. الشباب بقى، وده مشكلة كبيرة طبعًا، جدًا وبدأ طبعًا، يظهر كتير جدًا. تدخل للأسف. يقول لك متحوّل لك مريض سكتة دماغية، تدخل تلاقي عنده 30 سَنة. آه. 30 سَنة إيه يا عم، أنت المفروض ما فيش 30 الكلام ده. و24 بس طَب إيه ده حصل له إزاي والكلام ده كُلّه؟ في حاجة خارجة عن إرادته وحاجة بإرادته يعني. خارج عن إرادته ممكن يكون لا قدّر الله في مشاكل في القلب مثلًا وهو ما كانش واخد باله منها فبدأت تعمل المشاكل دي. اللي بإرادته بقى ضغط عصبي كتير جدًا، جدًا، إمم. فبدأ يعمل ده. وده بنشوفه كتير دلوقتي. واحد اتزنق في الشغل حصل له كده. يعني كان عندنا واحد مثلًا هو كان شغال كان ماسك يعني team كامل على مشروعه والكلام ده كله، وكان رئيسه في الشغل جاي يراقب عليه بُكرة. فهو المفروض مضبّط كل حاجة وكل حاجة تمام. جه يومها 23:00 كلموه تعالَ، جه لقى كل حاجة بايظة، ما فيش حاجة مضبوطة أصلًا، لا كل حول حاجة ولا بايظة. قوة إلا بالله. جات له جلطة في ساعتها وهو لا واقف حول ولا نزيف، يالّا قوة يا باشا إلا توكّل على الله وهكذا. وهنا يعني كلمة جلطة مش معناها جلطة، إحنا بس ده الدارج بتاعها. أي نعم. لكن السكتة الدماغية بيبقى فيها نزيف وفيها جلطة يعني عشان بس. نعم، 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 نعم. بس فالضغط النفسي أصلًا بيزوّد. وطبعًا يعني ربنا يعافينا يعني. في الناس اللي هو الdrug abuse اللي هو آه طبعًا، لا آه قدّر الله طبعًا. يعني خد جرعة زيادة في طب مخدر الكلام بالنسبة ده كله. للوظايف يا دكتور محمد، أكتر وظيفة مُعرّضة للإصابة دي إيه؟ دكتور العلاج الطبيعي ما تقولش لأ. لا، لا، إن شاء الله. استر يا رب. لا، لا، هي الوظايف اللي مش بتتحرك كتير. أي نعم. يعني إحنا في مثلًا محاسبين مثلًا ممكن يقعد 12، bankers. 15، آه، 18 ساعة هو آه، آه، قاعد بس. آه، آه، ده أنت كده بتزوّد آه، آه، بتزوّد الدنيا بتاعتك. حتى بنقعد نتريق مثلًا وأنت لابس smart watch والّا حاجة، كل آه، شوية تلاقي حد بيعمل لك كده، قوم يا آه. باشا اعمل stretch يالّا اعمل أي حاجة، تبُص له يا عم اقعد ساكت. استر. بس لأ، ممكن تقوم تعمل الكلام ده كله. ربنا بس. يسترها. إحنا عايزين باختصار قدر المستطاع يعني، تقول لي دراسة العلاج الطبيعي فرقت إيه في شخصيتك؟ طيب هو فرقت يعني دراسة العلاج الطبيعي فرقت في التحليل نفسه، إن أنا بقيت إلى حدٍ ما باحلل حاجات كتيرة حواليّا. يعني أنت المفروض من دخلة المريض عليك، من أول ما يفتح الباب كده، أنت بتحلل كل حاجة. طبعًا. الراجل ده فتح باليمين والّا بالشمال؟
واقف على رجله الاثنين مع بعض ولا لا، ماسك عصايه ولا ماسك شغل ووكر، الموفمنت اناليسيس ده ما عندنا احنا داخل برضه في بمشايه الاورثوبيدك بتاع ده بكرسي ولا داخل كذا، معاه مين من اهله، اتكلم معاهم ازاي، دخل ازاي، طلع على السرير لما قلت له اطلع طلع ازاي، لفت رقبته كل ده جت كل ده. ازاي. عشان كده اصلا يعني انا لما باجي ادخل مريض انا يعني يا اما انا بسبقه، يعني انا ببقى في المكتب اقول لهم دخلوه عشان اشوف، يا اما انا ببقى بره وبشوفه هو داخل مم. عشان اشوف الدنيا ماشيه ازاي. مم. فممكن الدراسه دي نفسها بدات تزود عندي فكره دي، ان انت تبص على كل حاجه عشان هتفيدك كده كده، لان في معلومات كده كده المريض مش هيقولها، انت بتستشفها كده من الوضع اللي موجود صحيح يعني. صحيح. بس فدي اكتر حاجه فرقت في الحوار، يعني فكره ان انا بدات اهتم شويه بفكره التفاصيل التفاصيل شويه والاناليسيز بالظبط، عامه. تقعد كده باينه. تشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. بس دي اكتر حاجه يعني. الله يفتح عليك يا دكتور محمد، والله شرح وافي وكافي. ربنا يبارك فيك. طيب بما ان انا راجل متخصص في العظام، وانا عارف نقاط التلاقي اللي بيننا وبين بعض، نجي. بين تخصص العظام وبين تخصص الاعصاب، اللي هو مثلا الموتور ليرنينج والنيورو داينامكس، اللي تعرفهم باللغه العربيه التقييم الادائي او الحركي، والنيورو داينامكس اللي هو التزحلق العصبي. ماشي. فانا عايزك بقى تستفيض معانا شويه في شرح النقطتين دول. هو الاعصاب او مجال الاعصاب ده عامل زي السوفت وير بتاع الجسم كده، تمام. كويس قوي. كده كده الهاردوير اللي هو العضلات والكلام ده مش هيشتغل غير لو السوفت وير شغال كويس، صحيح تمام. دي حاجه طبيعيه جدا. صحيح والسوفت وير لو ادى اوردرز والهاردوير مش شغال مش هيشتغل، صحيح. فلازم الاثنين يكونوا كويسين. يبقى في وهنا توازن. هي صحيح. نقطه التلاقي ما بين السوفت وير والهاردوير اللي هم الماسك سكليتال والنيورو رهاب او النيورو ممتاز جدا ريهابيليتيشن يعني. ممتاز جدا. طيب حضرتك كده قلت لي مثلا نقطتين، خلينا نتكلم في اول نقطه اللي هي موتور ليرنينج مثلا. كويس قوي. موتور ليرنينج ده هو ببساطه كده هي اي حاجه انت بتتعلمها جديده، سواء انت شخص سليم الحمد لله معافى 100%، او في الاصابه نفسها. يعني بمعنى لو انا عندي مثلا 80 سنه وطلبت معايا ان انا هلعب بيانو، اتعلم بيانو، تمام. مفيش اي حاجه توقفك، عادي هتجيب حد بتاع بيانو ويدربك وخلصت، لو مفيش اي ليميتيشن في حاجه تانية يعني. طيب تعالى ندي مثلا اكزامبل مثلا للمرضى بقى، لو انا م. عندي ايه اللي يحصل. مثلا مريض مثلا زي القطع مثلا بتاع الرباط الصليبي، بعد التاهيل بتاع الرباط الصليبي وكل حاجه، م. بتيجي في نقطه كده في التاهيل استقد خلاص وقفنا، م. انت كمصل زجيج بس الراجل لسه بيقعد، بس كمصل على السرير الراجل 100%. طب الله ايه ينور. بقى الحته دي بقى يا عم الحاج؟ تيجي بقى النيورو بقى يقول لك سلام عليكم، هي الحته دي بتاعتي. صحيح. تمام. اللي هي باختصار بنسميها الاورينتيشن بالظبط كده. او الوعي. بالظبط. صح. هو اللي الوعي احنا شغالين عليه برضه على الوعي بتاع الطبيعي. نفس الكلام. وعي العضلات، وعي بس الجسم صحيح. بالحركه بتاعته. لعلمك انا حاجه من الحاجات اللي حمستني ان انا اعمل برنامج، هي ان انا كنت دايما لما بشتغل في العظام اعالج المريض ويبقى ماشي من عندي زي الفل، سنجة 10. يجي الجلسه اللي بعدها يقول لها دكتور انا احسن، بس الوجع رجع لما عملت كذا. بالظبط. بدات بعد كده بقى مع الدراسه ومع التطور، مع الربط بتاع النيورو اللي درسته زمان، مع الكورسات اللي اخدناها ومع الموتور ليرنينج اللي اخدته، بدات افهم انه في السبكونشس او العقل اللاواعي بالظبط. بتاع الانسان بيتحكم في الموفمنت هابتس بتاعته. خلاص هو اتعود انه دايما لما يجي مثلا على سبيل المثال بيشتكي من ظهره، فلما بيجي يحرك الحوض من 0 ل20 ما يجيبهاش، بالظبط. يجيبها من 0 ل10 والباقي يجيبه من التاني بتاع الفقرات. فمهما انا استعدلت وفكيت ما فيش، لان هو اعتاد انه دايما الحركه بتاعته جايه من عقله اللي عامل زي ما انت قلت سوفت وير اللي بيدي الاوردر اثناء الحركه. انا بتحرك اروح عامل انحناء خلفي بظهري، اروح قافل على الفاسد جوينت او المفصل الخلفي للفقرات، بس كده يجي لك فيبدا بالظبط. فهي نفس الفكره اللي حضرتك بتقولها بالظبط. في حاجه تانية بقى، ممكن مثلا يكون معاك مريض انت بتعلمه مثلا المشي خلاص بعد عمليه ايا كان عمليه ايه، او حتى بعد الالم بتاع ظهره عادي، ما انت ممكن الالم الظهر اصلا ياثر المشيه كلها، فتلاقيه جوه العياده راجل ماشي بيرفكت 100%. وانس السلام عليكم يا دكتور، خلاص مشي نفس ولا كانك عملت حاجه. طيب ايه يا باشا الحاجه دي؟ انت يا باشا انت بتدرب الكونشس ليفل اصلا، انت الراجل مركز، هو المفروض ما فيش حد فينا يركز في مشيت، انت لو ركزت في نفسك مش هتعرف تنفس ده اصلا. بيقول لك يعني لقطه من اللقطات اللي اتعلمناها اثناء الموتور ليرنينج، ان انت المفروض تعمل الاكسرسايز اللي انت مش عارف تعمله من غير ما تكتم نفسك. بالظبط. لان انت لو كتمت نفسك يبقى انت معلي درجه الكونشسنس او الوعي جامد جدا، فبالتالي انت محتاج تشتغل اثناء اللوعي. بالظبط. الله يفتح عليك. ففكره انت التارجت الحته بتاعت السب كونشس دي مش هتعرف تتارجتها غير لو انت عندك بيز نيورو اصلا اعصاب، لازم عشان تعرف يعني مثلا لو انا جيت للعيان ده بيتمشى كده وانا جيت رحت ممسكه صينيه فيها كوبايه، قلت له الكوبايه دي ما توقعش،
انت كده خليت السبكونشس بتاعه جيت والكونشس بتاعه ان الكوبايه دي ما تقعش. بس ده حاجه بسيطه بس خلصت. بس الله دي ينور. تفرق جدا في الريهابيليتيشن يا بتاعك لو انت سلام، عندك البيز بتاع دي. يا سلام. فده الربط بتاع الموتور ليرنينج بتاعك ما بين النيورو وما بين الجزء بتاع الاورثوبيديك او الماسكل سكريتال. وطبعا الموتور ليرنينج ده قائم عليه كل الشغل بتاع النيورو عامه. يعني متعة. اي حركه بتيجي تعلمها للمريض لازم تمشي بستيجز معينه وبخطوات معينه. الستيجز دي لازم يكون الدكتور فاهمها 100% وعارف المريض فاني ستيج فيهم عشان يبدا يتحرك ما بينهم عشان المريض يتحسن. لو انت مشيتها كده من غير الكلام مش هيحصل حاجه طبعا. يعني ولا حاجه. متعة الربط بين العلوم والانتجريشن بين العلوم بالظبط ده، هو الجسم لازم تتعامل معاه ان هو كيان واحد. ما ينفعش تفصل النيورو عن الاورثو، ما ينفعش تفصل الاورثو عن النيورو. بالظبط جدا. والرابط اللي بينهم الماسلز، ما هو بالظبط ماسكولو سكيليتال ونيورو ماسكولار. بالظبط. هو تحس ان هما الاثنين او مش تحس هما الاثنين واحد اصلا. طبعا. بس يعني ايه ده المخ ودي العضلات يعني صحيح. لازم يركبوا في بعض فالدنيا تمشي كويس او الدنيا تنور يعني. كلمني بقى عن بس التزحلق العصبي التزحلق او او النيورو داينامكس. داينامكس. طيب هي الفكره بتاعت التزحلق او النيورو دايناميك ده ايه اللي خلاه ربط ما بين الماسكل سكيليتال وما بين النيورو؟ طيب في الاعصاب او شبكه الاعصاب بتاعت الجسم بتاعتنا طالعه من اول السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي بتتمدد لغايه ما توصل للاطراف بتاعتنا سواء الايد او الرجل او الكلام ده كله. ممكن يحصل لو احنا جينا شفنا بعينينا النيرف هتلاقيه عامل زي الحبل كده بالظبط. هو حبل بالظبط سبحان تمام. الله. طب الحبل ده معرض ان هو يتزنق، معرض انه يتعمل عليه تنشن، معرض انه يقصر في حتت معينه يكمش او يعني ينكمش او يحصل حواليه ادهيجنز او التصاقات. بالظبط اي كده. نعم. معرض كل الكلام ده يحصل. طيب مش اي حاجه تحصل هجري على العمليه. صحيح طبعا. يعني لو هو حصل له تنشن في حته معينه هروح افتح انا بقى لا تنشن بسيط مفيش حاجه يعني. فيجي هنا الرول بقى بتاع نيورو داينامكس. نيورو داينامكس ده انت المفروض ان انت بتبقى دارس كل الاعصاب بتاعتك هي مكانها فين وماشيه فين وبتتزنق أيوة الاماكن أيوة الزنق بتاعها فين بالظبط. أيوة طبعا. كل عصب بيبقى ليه كومن او مناطق معينه هي دي اللي بيتزنق فيها على طول وانت تبقى عارفها باعراضها. لو العيان جالي قال لي في تنميل في الحته الفلانيه فانا ابقى عارف ان الحته دي كذا. لو جاي قال لي تنميل في الرجل من الطرف اللي بره او مش عارف كذا كل الكلام ده انت بتبقى عارف هل هو زنقه عصب ولا هو ايه بالظبط. تمام. طب لو عرفت ان هي زنقه عصب فعلا وخلاص انت ايقنت ان ده زنقه عصب تبدا ان انت تشتغل بقى على حته النيورو دايناميك. تمام. بوزيشنز معينه تبدا تحرك فيها من ديستال للبروكسيمال او من بروكسيمال للديستال. كل الفكره بتاعتها ان انت جاي الحبل او العصب ده كانك ايه كانك بتعمل تنشن عليه وتريليز. الله. تمام. فيبدا الدنيا تهدى معاك. يبدا بالظبط. لو في اي تنشن في اي التصاقات تبدا تتحرك. يبدا التنميل يقل، يبدا الحركه ترجع، يبدا الالم يقل معاك. الكلام ده كله بحركات بسيطه جدا جدا. لو عايز تعرف اهميتها بقى جامد قوي في العيانين مثلا اللي هم لسه عاملين مثلا اوبريشن او عمليات نعم سباينال اوبريشن. طبعا ده في اول ستيج اصلا هو ما فيهاش غير نيورو دايناميك مش تعمل حاجه تاني. هتمسك رجله عشان تبدا تحرك الاعصاب دي عشان الاعصاب ما يحصلهاش انكماش او ما تحصلهاش اي كومبريشن نتيجه الاديجنز بتاعه العمليه او الالتصاقات بتاعه العمليه والكلام ده كله. فتبدا تهدي الكلام ده. طب ده مين يعمله بقى؟ ده الماسكل سكريتال والنيور الاثنين بيشتغلوا عادي جدا لان ده جزء من الشغل بتاعي وده جزء من الشغل بتاعي. احنا لو جالنا كماسكل سكريتال عيان عنده ديسك مثلا عندي ده اول حاجه ممكن تعملها معاه هو النيورو دايناميك. طبعا انا لو جالي عيان سباينال كورد او اصابات نخاع شوكي ولسه جاي من العمليه اول حاجه اعملها له هو النيورو دايناميك. فيبقى هو الكفه اللي هي ما بين الحاجتين او التقاء الحاجتين. بس برضه بتوع الاورثوبيديك بيبقى عندهم تكات غير النيورو دايناميك. لا بتوع النيورو لا لا يا عم انتوا فوق راسنا. عم ديفيد باتلر ده راجل فوق راسنا ما نقدرش نتكلم يعني. طيب تعالى بقى نطلع من الجو العلمي والنقاشات العلميه دي ونتكلم بقى ايه في مواقف اجتماعيه ظريفه كده. يعني اكيد طبعا انا يعني الحادثه بتاعت دكتور النسا دي حمستني بقى اشوف واسمع مواقف ظريفه حصلت معاك في العياده او في المستشفى. يعني هو اكتر حاجه بتشوفها في النيورو ريهابيليتيشن حاجتين. تمام. اول حاجه فيهم الحسد. تمام. كان في مره مريض ما شغالين معاه كانت مريضه يعني كانت ست يعني شغالين معاها على الورق الست دي تقوم تجري مفيش اي حاجه اصلا. احساس تمام حركه تمام بالانس تمام كله ايه اعمل لك ايه تاني خلاص يا ستي قومي اتحركي مفيش مش بتوقف اصلا. وكان الامتياز معايا بقى فييجوا يا دكتور طب ايه المشكله اللي واقفه وانا المفروض اشرح اقول لهم مفيش مشكله. طب ايه المشكله بقى مش عارف. بس فضلنا ها لغايه ايه في يوم من الايام كده يعني ضغطت عليها شويه بقى لا لازم توقفي وما ينفعش ومش عارف كذا وكذا وكذا. فجت مامتها قالت لي تعالى يا دكتور ثواني
خدتني في بلكونه كده، تعالى يا دكتور اقول لك انت عايزها تمشي؟ قلت له انا اصورها لك وهي بتمشي. طلعت، جيت اليوم اللي بعده لقيتها بتديني فيديو وهي ماشيه الدنيا زي الفل. قلت لها طب ما هي بتمشي ايه، امال ايه المشكله؟ طب ما انا ليه مش بتقدر تمشي؟ قال لي بتضايق مني؟ قالت لي لا لا خالص خالص، هي بس هي لو مشيت دلوقتي ندى اللي قدامها هتشوف انها مشيت قبل، فهيبقى في مشكله ان هي لو ندى مشيت. طب يا فندم ما انا ظهري اللي شغال معاكي، طب عشان ندى ما تقولش ان انت وقفتي قبلها. طب يعني مشي ندى، طيب يعني قولي لي طبعا امشيكي في حته ثانيه، اعمل ايه والله العظيم. تمام يا فندم، بس بقيت اخد بالي بقى من الحته دي خالص بقى خالص، يعني اللي هو ايه، ابص حواليا قبل ما امشي اي عيان. كلهم مشيوا نمشي، فيهم واحد لسه ما مشيش، لا استنى مش هنمشي، استنى يا جماعه نمشي مع بعضينا هنموت يا كلنا. وده الفرق بين الستات والرجاله بقى في الحته دي. يا خبر تدخل ابيض بقى عنبر الرجاله غير اللي يمشي فيهم تلاقيهم بيسقفوا له قشطة عليك يا اسطى. الله. بس تدخل الناحيه الثانيه اه اول ما تروح تلاقي كله راح كآبة يا بقى. اخوانا في بالكم بالراحه طيب دي اول حاجه. يعني انت تدخل وانت بتاخد هيستوري كده من العيان يا خبر وبتاع، ابيض. تلاقي مامته راحت بتأثر كده، هتبص هو محسود قوي. اه لا تمام. وهنا على فكره مش بقلل من فكره الحسد، اه هو موجود طبعا، ده حاجه موجوده. ما احنا بقى نحط بقى في تريتمنت بلان الرقيه يعني بس الشرعيه. بالظبط والله. طبعا والله كل شويه بتريق مع البيشنت بتوع مع العيانين اللي عندنا في العياده، اقول لهم انا هخلي دكتور فينا يقعد كده، اقفل له اوضه ونحط نعم. فيها بخور وبتاع ونظبط هو دي اوضه الرقيه، بعد ما تخلص جلستك ادخل عدي اي نعم لعل وعسى اي حاجه تيجي والدنيا تمشي اي يعني. نعم مع طبعا الاحترام طبعا. طبعا طبعا احنا بنهزر والله. يعني الرقيه طبعا ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بالظبط. حدش يتكلم، بس ايه يعني احنا مدين الموضوع اكبر من حجمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ان كيد الشيطان كان ضعيفا. احنا مش عايزين نوهم نفسنا بموضوع الحسد، موضوع العين وموضوع السحر. الكلام ده احنا كله نقدر ندوس عليه ونقدر نتحرك. لو انت وهمت نفسك هتفضل يعني واهم، لا اطلع. ممكن وارد ان انت تحسد، وارد ان يحصل، لكن ما توهمش نفسك. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، 70,000 اللي يدخلون الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب، الذين منهم يعني الذين لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يعني ما يطلبش الرقية من حد ويرقي نفسه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون خلاص. فطبعا يعني والله ما اقصد التقليل من الرقية الشرعية، طبعا فوق راسنا فوق راسنا، بس نقطة انه احنا بنتكلم برضو كمهنتنا احنا، ان احنا بنشتغل على الحاجات الفيزيكال مع تقديرنا الحاجات الروحانيه. هو ما فيش مشكله طبعا ان انت تحصن نفسك باي طريقه دينيه كانت، ولا اذكار وقرانك والدنيا دي كلها، ما فيش مشكله خالص. بس زي ما حضرتك قلت كده، وطبعا اخواتنا المسيحيين بالاذكار بتاعتهم طبعا مش ده اللاين بتاع، مش اول حاجه انا بعملها هي فكره ان انا ادور على حد يريني او ان انا مش عارف كذا والحسد فلان ده بص لي بصه. ماشي هو طبعا مذكور في القران وكل حاجه، بس يعني ما توهمش الحوار نفسك اكبر حجم عشان نخف، لان الوهم لا بس النفسي انت ده قصه اصلا ندى اسمها ندى صح؟ ندى دي اللي كانت قدامها اللي كانت قدامها لا مش اسمها، ما قلتش اسمها بس انت قلت اسمها ندى. لا ما ندى في مليون ندى. في تمام. تاني حاجه بقى بتعكس معاك هو الملبوس بقى، العيان ده ملبوس فيهاش بقى ملبوس. كان في برضه عيانه ودي عمري ما انساها بقى، دي لا دي ما انساهاش ابدا. يعني دخلنا بنشتغل، فهو انا داخل لما تشوف بلاوي في الشغلانه دي والله انا رايح لها كده، فجت الممرضه قالت لي حضرتك داخل فلانه؟ قلت لها قالت لي طب ما تدخلهاش يا دكتور ياسين. والله اني ما ادخلهاش يا ستي، ما عندنا ريفيرال موجود، هدخل اشوف معاه. بس دخلت، فالبنت هي شكلها كان مرعب شويتين، يعني عندها نظرات غريبه كده وبتاع، انا مش فاهم حاجه. المهم كان لسه مش لاقي لها تشخيص، يعني لسه الدنيا مش واضحه ولسه بنشوف يعني. بس اشتغلنا معاها، فالعضلات بتاعتها شغاله برضه والدنيا كويسه. بس فنشتغل يوم 2 3 مفيش اي تحسن في اي حاجه، مفيش اي حاجه، مفيش حاجه بتحصل، لا ادويه ولا علاج طبيعي ولا اي حاجه، احنا قاعدين كده والدنيا تمام. فجت في يوم دخلنا يا جماعه عايزين يلا فين فلانه؟ قالوا لي دي مش موجوده في القسم. فين يا جماعه؟ قالوا مش عارفين. طب خلاص في اشعه يعني؟ قالوا مش عارفين، يا تقريبا طلعت اشعه. طب ماشي مفيش مشكله زي الفل، مفيش مشاكل. جينا بعدها لقيت ايه، مامتها خدتني على جنب قالت لي دكتور ياسين اتفضل. قالت لي انا وديتها لشيخ امبارح. هي ما قالتليش شيخ، يعني هي قالت لي انا وديتها لحد امبارح وهو قال لي انها ملبوسه يعني، او معمول لها عمل قلت لها تمام. فقالت لي فهو فك العمل ده والحمد لله وكله تمام. قلت لها الحمد لله. طب كويس. قالت لي وقال لها بعد 5 ايام هتقف على رجلك. قلت لها زي الفل مفيش مشكله. طيب هي فين دلوقتي؟ قالت لي على السي. طيب تمام. رحت لها بقول لك ايه، احنا قدامنا 5 ايام، اشتغلي بقى 5 ايام بقى. اشتغلت على الوهم اللي هي خلاص فيه. بقى يلا انا عايز اخف، انا ماليش دعوه بقى يلا بقى نخلص بقى. خاطبوا الناس على قدر عقولهم. يلا يا ستي ولا 5 ايام تعالى نعدهم مع بعض.
اشتغلنا معاها تك 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 جدا. في اليوم الخامس عدى اليوم السادس، انا داخل من بره كده انا وعماد صاحبي، لقيتها ماشيه. فببص لاخر بتاع لقيتها واقفه، لفيت ومشيت. قلت له والله ما ادخل، مش انت راجل صدق. مش هدخل. وانا برضه يا جماعه انا انسان برضه، ولا ايه يا اخوانا في ايه؟ لا الحوار كده كبير كده. الحوار طلع من عندي انا، رحت لافف قلت لها يا باشا السلام عليكم، عايز تدخل ادخل انت، انا تمام الحمد لله. وقفت، انا عملت وظيفتي خلاص، هي وقفت، هدخل انا اعمل ايه؟ وقفت خلاص. لا مش انت اللي عملت الوظيفه، والله قلت لها لا ده عم الشيخ. لا يعني شكلي انا اللي عملت. هو مش هنروح للاستشاره اقول له يا باشا انا عملت لها بتاع ولا فكيت لها العمل، انا مالي انا بقى. بس رحت باشا قسم اشتاتا اشتوت، ادخل يا باشا اللي انت عايزه، انا ماليش دعوه. فلا الاعصاب يعني، لا الحوارات كبيره قوي، والحاجات دي فيها مفتوحه جدا يا جدا. خبر ابيض. والمشكله كمان ان هو الناس اللي هم مثلا اهلنا مثلا اللي في القرى وفي الارياف والكلام ده بيصدقوا الكلام ده، بيلعبوا على الحته دي جامد. الناس اللي هم لا بيلعبوا على الحته دي جامد قوي يعني. طبعا يعني اذا كنت دكتور وتوهمت يا عم. وانواع من العلاج غريبه بقى، يعني تلاقي واحد مثلا ماسك اللمبه الحمراء اللي الانفراريد دي وبحطها على دماغه وانا بسيح لك الجلطه. جلطه ايه يا باشا اللي بتسيحها؟ يعني تسيح اخرك تسيح شويه جبنه بيها، جلطه دي مش عارف يعني. بس حطها بقى على دماغه الراجل معاه. فكرتني والله 20 30 50 جلسه وارقام بتدفع والله العظيم. يقول له مثلا هتدفع كذا الف جنيه وتقعد لي مش عارف 10 ايام هوقفك على رجلي. يا عم ده ما فيش حد في العالم بيعرف يعمل الحاجه صحيح دي. صحيح. انا حتى لما حد بيجي يقول لي كده اقول له يا باشا اقسم بالله لو موجود ده والله العظيم لا في العيال، انا هروح اشتغل معاه 10 ايام ده زي الفل. ده انا بنقعد بشهر وثلاثه 3 4 5 9 10 شهور عشان بس تقف على رجلك. صحيح. ده بيوقفك في 10 ايام، هروح له يا باشا يلا روح خد فلوس من عندي وروح. صحيح. بس دي من اكتر الحاجات اللي بتبقى في وشنا مواقف كتير يعني بتبقى يعني اللي هو بتخليك اصلا تتضايق شويه برضه من فكره الوعي. الناس لا لازم يبقى عندها وعي شويه في الحتت دي والكلام ده كله. في مشكله كمان احنا ما اتكلمناش فيها في فكره الوعي، فكره الوعي بتاع المرافقين للمرض نفسه. طبعا يعني مثلا لا قدر الله حد من الريلاتيف او مرافق ليك، يعني اللي هو مثلا لا قدر الله الوالد او الوالده او الكلام ده كله حصل له اي جلطه او اي حاجه في الاعصاب، فابنه او زوجته مش فاهمين حاجه بقى. فبالتالي بيعمل كل حاجه بالعكس بالاهتمام. يعني هو فاكر ان هو كده بيعمل صح، بس هو بيعمل كل حاجه غلط. ايوه طبعا بيشيل غلط، بيمسك غلط، بيخليه يتحرك غلط، كل حاجه غلط. فبالتالي بتعكس كل الكلام ده كله. طب يا ابن الحلال ما انت المفروض يكون عندك البيز بتاع الحاجات دي، تفهم ايه الطرق الصح للكلام ده عشان لما تتحط في موقف زي كده تعرف تتعامل. ففكره المرافقين نفسهم بتوع المرضى لازم يكون عندهم الاساسيات بتاعه التعامل معاهم. هشيلك ازاي، همسكك ازاي، هناخد الدواء ازاي، عنده مشاكل في البلع هل هعرف اتعامل مع مشاكل البلع دي ازاي. مش لازم ابقى حد بروفيشنال يعني، هو الف ب فيها اعرف اتعامل بما لا يضر. لان انت ممكن تلاقي ان نص الحاجات اساسا اللي بتحصل ممكن تتجنبها لو انت بس فاهم المرض ماشي ازاي بس. او حاجه صحيح ده برضو تشوفه في الحالات بتاعه التصلب المتعدد اللي هو الام اس، ده منتشر طبعا جدا. وده لينا في رول كبير جدا كعلاج طبيعي. انت التصلب المتعدد فكرته بس ان انت بتظبط ادويه عشان تمنع الاتاكس اللي بتيجي او الهجمات اللي بتيجي، والدكتور هيقول لك هتعمل علاج طبيعي. ليه؟ لان هو المثبت في الابحاث ان الفيزيكال اكتيفيتي اللي هو الحركه بتاعتك الكتير دي اكتر حاجه ممكن تقلل لك الهجمات اللي موجوده. طبعا فيلا يا باشا تعامل وهكذا. الاهل بقى مع المالتيبل سكلروزس بالذات اللي هو التصلب المتعدد بيبقوا عايزين يريحوه ما يتحركش، مع ان ده ضد يفتكر ان ده اهتمام. ده حقيقي النقطه دي احسنت. النقطه دي بص يعني دي مهمه جدا. فكره ايه بقى؟ احنا لا قدر الله مثلا انا جات لي جلطه لا قدر الله وقاعد كده، بعد الشر عليك، جه ابني اروح باصص على ازازه الميه يروح يجيبها لي بسرعه، ابص على الريموت بتاع التلفزيون يجيبوه بسرعه. يا عم طب انتوا كده خليه يتحرك. صحيح انتوا كده بتشيلوه اكتر. ده مش اهتمام، ده انت كده بتشقلب الدنيا فاهمني. صحيح فاحنا بنقول لهم يا فندم خليه يتعامل هو مش اسوأ منك بس عشان يتحرك. ما هو الجسم لما بتاخد منه حاجه عمرها ما بترجع. بس خد بالك برضو يا دكتور محمد، يعني الواحد لما بيبقى طبعا الموقف يعني انا جدي رحمه الله عليه لما تعب برضو وجاله رحمه الله عليه سكته دماغيه وجاله جلطه، يعني الواحد يعني كان برضو ايه في تعاطف كبير اكيد طبعا. فالواحد غصب عنه يعني. هو برضو طبعا لازم نحط الحته دي بس احنا لعلمك ايوه بالظبط احنا عايزين نعمل كوريكولم او منهج بالزبط. نعلمهم ازاي يحيدوا المشاعر ويتعاملوا بالعقل وباللي يفيد المريض. بالظبط كده. يعني عايز اقول لك مثلا في مره مثلا احنا كنا قاعدين مثلا مع بعض كده سنه 2020 مثلا، فلقينا ان احنا عايزين نعمل فيديو عن البوزيشننج الاوضاع الكويسه لعيان الهيميبليجيا اللي هو السكته الدماغيه. تمام. نعم. ده موجه لمين؟ موجه للدكاتره. العيان اشتغل النفس فيه بناء على السكته الدماغيه للدكاتره. نعم. هتمسك ازاي الدكاتره. عملنا فيديو باقل امكانيات محدوده في الدنيا
على السرير ويلا يا باشا، واترفع الفيديو. تمام، ادخل على الفيديو دلوقتي هتلاقي كل الكومنتس كلهم عيانين، كله ودخلوا اتفرجوا او نعمل كذا، طب اتكلم، طب الحته دي نعمل ايه، طب مش عارف ايه. هم الناس عايزه فعلا التوعيه دي، وعايزه ان هو يعرف الصح نمسكه ازاي ونعمل ازاي ونتحرك ازاي، الصح اخليه يتعب شويه ولا اوقف، بس والله وهكذا. فكرتني بكلمة لواحد من أساتذتنا، قال لك المريض يجب أن يعلم ما تعلمه عن مرضه. بالظبط يعني أنت تعلم ما تعلمه عن باقي الأمراض، والمريض يعلم ما تعلمه عن مرضه، بالظبط بحيث بالظبط. إن هو يتعامل بهذا الشكل، المريض وأهله طبعا. أحسنت والله القول. لا الاهل لازم يكونوا يعني على قدر كافي من الوعي ان هم يعرفوا يتعاملوا مع الحاجات دي. على ذكر الاهل كان في ناس كده كانوا اوفر كيرنج على والدتهم، طبعا ربنا يشفيها طبعا، ودخلنا وعملنا التقييم وكل حاجه تمام. م. إيه، طيب انت رحت للدكتور مخ واعصاب؟ لا. طب عملت اشعه؟ لا. طب عملت اي حاجه؟ لا. طب انت جاي هنا على طول ليه؟ مين قال لك تيجي هنا؟ قال لي هم قالوا لي ان العلاج الطبيعي بتاع الاعصاب كويس فجيت. طب ما هو احنا في هرم المفروض نمشيه يعني عشان بس نبني مع بعض، ما انا مش هكتب لك ادويه، فانت شوف الدكتور مخ واعصاب يظبط لك الدنيا وعشان اعرف انا اشتغل. زائد ان مفيش ولا ورقه مكتوب فيها تشخيص، اه والست دي ملهاش اي حاجه مثبته في كتاب، اه كل حاجه في بعضيها. طب ايه ده عندها كله ايه دي؟ مش عارف. اه المهم ايه، احترنا بقى، وكان معايا 2 دكاتره معايا في نفس الكشف وكشفنا، مش عارف مش اجيبها عارفين منين. تجيبوا تمام، رحت قلت له خلاص هنروح لدكتور فلان مخ واعصاب، اكشف عنده الاول واعمل اشعاعاتك وارجع لنا تاني بحيث ربنا يكرم وتكون الدنيا اتضحت يعني. كويس. تمام يا باشا، خلاص خرجوا، وكعاده الريلاتيف المصري الاصيل بيروح مودي العيان ويروح راجع لك بقى. ايه يا دكتور عنده ايه؟ يبقى اللي انت ما قلتوش قدام العيان بقى قوله لي انا بقى. اه بس فبقول له مفيش حاجه، انا بقول هو اللي انا قلته قدامه مفيش اه حاجه، الدنيا تمام وبتاع. قال لي انا عايز بس اقول لك على حاجه. قلت له اتفضل. قال لي هي من 7 شهور من ساعه ما جت لها الجلطه. فقلت له استنى بس عليا عشان انت اللي هتجيب لنا الجلطه دلوقتي، هي من 7 شهور جات لها جلطه؟ قال لي قلت له يا ما باشا ادكش طب في ما انا بقالي الهيستوري. سنه بقول لك ايه اللي حصل، ايه اللي حصل؟ ايه ايه اللي اللي جاب؟ حصل، وانت ولا لا يا باشا ولا اي حاجه، هي قامت كده. يا عم قامت كده ازاي؟ طب عملت اشياء؟ مفيش، هو حتى البيز بتاع العلم ان هو يقوله لي مش والله يا موجود. دكتور محمد، اكتر حاجه بواجهها في الشغلانه بتاعتي دي هي تضليل المريض ليا. مم. يعني انا بقول كده في الكورسات. مره كنت في كورس وبدي كورس، كنت في اسوان ومسافر وطيران وقصه، فواحده حاضره معايا كورس، انا قعدت اشرحه له. وانت بتاخد الهيستوري، انت بتاخد تاريخ المرضي، خد بالك ان المريض بيضللك، وهو مش بيضللك من غيه الكذب، بالظبط، هو بيحاول يخليك تركز على المشكله الحل. يوجهك في حته هو عايز فواحده قالت لي يا دكتور استاذنك، انا والدتي موجوده، ممكن حضرتك تبص عليها؟ قلت لها اه من عينيا. تشتكي من ايه يا فندم؟ بشتكي من ظهر. طيب ولا كانت بتشتكي من ركبتها، مش متذكر يعني. رحت انا سائلها، قلت لها طب اشتكيتي من ظهرك او اشتكيتي من الحاجه الفلانيه؟ تقول لي لا ما اشتكيتش قبل كده. بنتها الدكتوره تقول لها يا ماما. قلت لها ازاي؟ ايه اسكتي انت. اروح انا باصص، ايه يا دكتوره؟ اسكتي ايه ايه اللي اسكتي؟ ايه اسكتي ايه؟ هي اشتكت من وطول عمرها بتشتكي. لا مالكيش دعوه انت، لا ما اشتكيش انا. يعني طب ليه تشتكي يا ما حاجه؟ تشتكيش. طب ما تقولي. هي انا ادرى ده كان يبقى وجع كده وسببه كذا، وتشخص نفسها ايوه ما وتحط لنفسها قواعد فبيبقى المريض او اهل المريض احيانا كمان اللي بيخبوا عليك، يبقى ظنهم انه ايه، ان هم مش عايزين يقولوا لك على الحكايه القديمه دي لانها ملهاش علاقه بالظبط احنا بالظبط. عايزين نشوف الجديد ده ايه. خلص يا باشا هندخل في طب الحته يا اللي عم احنا عايزين عايزينها التاريخ وخلاص. المرضي، ما ده لا لا متعلق لا ببعضه، لا ما يقولكش. فايه برضو سؤال من الاسئله اللي يخلينا نحاول ندعو الناس، يا جماعه قولوا لنا الحقيقه، كنوع من انواع الوعي. هو لازم تبقى فاهم ان الدكتور بيسالك عشان فكره ان انا بكون فريم هحط على اساسه العلاج اللي انا هشتغل عليه. صحيح فلازم اي كلمه انا اقولها لك يعني ما يبقاش ليها حيثيات في دماغك تانية، انت صحيح جاوبها زي ما انا بقول لك. يعني صحيح. مثلا عندك كذا، في الم في الحته دي، في الم في الحته دي، خلاص شكرا، مالكش دعوه بقى تشخيصه ايه. سبق ليك اشتكيت كذا، خلاص بس سبق ليك عملت خلصنا عمليه بالظبط كذا. كده. بيجي مع حركه معينه، بيجي كذا، ايه الحركه كذا، خلصت تمام. والمعلومات اللي انت بتبقى فاكر انها مش مفيده هي بتبقى مفيده دي جدا. مفيده جدا. بس يعني مثلا ممكن تلاقيه حاطط على جنب ان هو عنده الضغط، هي مال الضغط ومال العلاج الطبيعي يا عم؟ صحيح ازاي؟ صحيح ما انا ممكن اصلا ازود صحيح اكسرسايز معين صحيح يعمل لك مشكله في الجلسه صحيح ويحصل مشاكل صحيح. كبيره، فاهم؟ طب لا ما اصل انا متابع بالادويه. طب ما انت في الادويه نفسها ليها ليها بيك اكشن بيتعمل في وقت معين. صحيح الله يفتح عليك. انت لازم اصلا اظبط الجلسه بتاعتي على الوقت ده. اي نعم. يعني انت لو قلت اي لي انا نعم. باخده مثلا اشهر حاجه عندنا مثلا الباكلوفين اللي هو بتاع اللي هو طبعا الريلاكسيشن باكل والعضلات طبعا واللي هو طبعا. الشد والكلام ده. اه تمام يا باشا، بتاخده امتى؟
أنا باخده إمتى؟ ما أنت لازم تقول لي إمتى عشان هو المفروض أشتغل في الوقت اللي هو شغال فيه عشان نيجي عشان وهكذا. نضبط لك ميعاد الجلسة. فكل المعلومات دي بتبقى حاجات مهمة شوية، ولو أنت رايح لحد متخصص في الحاجة دي كل الكلام اللي هو يقوله لك هو المفروض إن هو عنده experience كافية طبعًا. اتجاه الحتة دي. طبعًا. فخلاص وأنت وثقت فيه، فخلاص قُل بقى كل حاجة وسيب دماغك ليه عشان الدنيا تضبط. كل ما المعلومات دام أنت بتفرق وثقت معانا. في الشخص خلاص كل توكل على الله يعني. المعلومات بلا بالضبط. استثناء بتفرق معانا. بالضبط كده. الجسم وحدة واحدة. بالضبط. مهما كانت الإصابة قديمة، مهما كانت الحكاية من وجهة نظرك بعيدة، لأ بتفرق معانا جدًا. بالضبط. الحركة اللي بتسبب الألم إيه، التعب بييجي من إمتى، جالك إزاي، بدايته كانت إيه، دلوقتي موجود إزاي، سبق اشتكيت من مفصل قبل كده، عملت جراحة قبل كده، الأدوية اللي بتاخدها، الآلام الموسمية، التعب النفسي، مشاكل القولون. إحنا ممكن نسألك في تفاصيل بالضبط. أنت تظن إنها ما لهاش علاقة، لكن هي مرتبطة ارتباط لصيق. ممكن بالضبط. تلاقيني باسألك في صداع، في زغللة عين، في طنين أذن. الكلام ده كله بيفرق معانا جدًا، بالضبط. جدًا في التشخيص. بالضبط. إحنا في مثلًا cases جاية هي عندها مثلًا مشكلة، وإحنا بنعالج وهي متشخصة المشكلة دي من 4، 5 دكاترة على مشكلة معينة، وإحنا شغالين على مشكلة معينة، وإحنا بنشتغل بالصدفة كده، بنسأل سؤال بالصدفة، حتى أنا ما خدتهاش في الhistory، بالصدفة كده. إمم. لأ أصل أنا عينيا مزغللة. استني بس تعالي إزاي مزغللة إزاي؟ في كذا، 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 كذا. طب ممكن نرجع نعمل أشعة كذا، هوب طلعنا أصلًا تصلب متعدد أصلًا. سبحانك في اللهم. حتة لا تالتة إله بقى. إلا الله. إحنا برضه يعني ده حاجة طبعًا ده ده كتير. ربنا هدانا في الحتة دي، ده كتير. وإحنا ما خدناش أصلًا في الhistory، إمم. بس كل المعلومات اللي إحنا بنحس إنها أيًا كانت بسيطة، بسيطة. لا، لا مش بسيطة خالص، هي ممكن بتدلّك. تدخّلك صحيح. تغيّر أصلًا نوع المرض بتاعك، صحيح. تغيّر العلاج اللي أنت بتاخده، تغيّر الكلام ده كله. فلازم نبقى مركّزين، بس برضه التركيز بتاعك ما يبقاش over مع جسمك، صحيح. لإن التركيز الover بيخلّي الجسم يبعت لك بقى. أنت ما تركّزش over، بس بالضبط. ساعة التشخيص سيبني أنا ركّز أركّز، over. سيبني أنا أركّز. جاوب على السؤال. سيبني أنا أركّز، لكن ما تقعدش أنت تركّز مع نفسك بقى لإيه، الألم الحتّة الفلانية دي أيوه، بتوجع أيوه، لمّا أيوه. باعمل مش عارف إيه، لمّا باحرّك ودني يا خبر! الشمال صباعي يا الصغير هنا خبر! ده لمّا بيوجع. بييجي لي بقى patient زي دول إيه، بيدلّعوني. والله بس إحنا ساعات نفسنا الحمد لله يعني نقعد نفكّر نفس التفكير، بس الحمد لله ما نفس الفكرة. وبعدين دكاترة علاج طبيعي كده يعني هو طبعًا. بُص، هو أصعب دكتور هو الدكتور نفسه، بالضبط أو كده. أصعب مريض أنا آسف هو الدكتور نفسه. بالضبط، بيقعد طيب، يشخّص نفسه. في نهاية لقائنا يا دكتور محمد، كنا عايزين يعني تدّينا كده أولًا حلم أنت بتحلمه، زي ما أنت عايز. يعني بعض الناس أسألهم الحلم بتحلمه لنفسك، نِفْسك تعمله في الcareer بتاعك إيه؟ في بعض الناس يقولوا والله أنا عايز ده يبقى سِر، وفي بعض الناس يقولوا الحلم بتاعهم، وفي بعض الناس يقولوا أنا باحلم للمهنة كلّها بكذا. فاهمني؟ فأنت اختار الحلم اللي عايز تتكلم عنه كده، بحيث إن إحنا نلهم الأجيال اللي بعدك ياخدوا الطريق إزاي. هو إحنا ممكن يعني أنا باتكلّم في حلم إن يكون في مكان موجود في مصر أصلًا آآ كامل، طبعًا كمان لله وحده، بس كامل في ناحية النيورو ريهاب، يعني في كل حاجة هيحتاجها مريض الأعصاب. الإصابات بتاعة النخاع الشوكي والجلطات كل حاجة، كل حاجة. يكون مكان فيه دكتور الأعصاب، فيه دكتور العلاج الطبيعي، فيه التخصصات الكاملة للعلاج الطبيعي، إمم. فيه دكتور سايكاتري، في أماكن حد كده يا نفسي دكتور، موجود، في في أماكن كده حد occupational therapy، في كذا وكذا وكذا. يكون الأماكن دي موجودة بانتشار أكتر. ومتوفرة. ومتوفرة وشكلها ثابت. عشان إيه؟ العيان بييجي لي، طب روح الحتة الفلانية عشان كذا، وهتروح حتة عشان كذا، إمم. وهتروح كذا عشان كذا، وهتروح كذا لا عشان يا كذا. دكتور، بس في أماكن متكاملة، يعني مش فيها تكامل كويس. إلى حدٍ ما، يعني مش يعني مش أنت مش راضي عنها. لا، لا مش آه. حتة مش فكرة أنا راضي والّا مش راضي، آه. أنا فكرة الفكرة اللي أنا باقولها قائمة على الخبرة من العيانين. أي ما هو نعم. لو المكان موجود وبيأدّي نفس الوظيفة اللي الواحد بيحلم بيها مثلًا، ما كانش هيبقى في التساؤل أصلًا، ما هو موجود يا صحيح، باشا وكل حاجة صحيح، تمام، صحيح، هتسأل ليه؟ ما صحيح. خلاص، ما دام الحاجة موجودة مش هاسأل عليها، موجودة. يعني هي موجودة دعائيًا، ولكن ليست موجودة فعليًا، فعليًا على أرض أو ليست الواقع موجودة إكلينيكيًا، بالضبط مش كده. اللي بتقدّم الخدمة اللي أنت عايزها. على أرض الواقع تكون آه. حاجة كده واقفة ماسكة نفسها. آآ أحسنت، المريض يدخل خلاص كده، أحسنت، يعني أحسنت، الrelative أحسنت. بتوعه يبقى متأكدين إن هو هياخد كل حاجة يعني كل حاجة صح 100%، فخلاص أنا أسيبه وأبقى متطمن. لو لا قدّر الله حد من المرافقين عندي حصل له مثلًا لا قدّر الله حاجة، أنا أبقى عارف إن أنا هادخّله المكان ده ومش مش هاقلق عليه هتبقى خلاص، يعني مطمئن. خلاص أنا متطمن إن هو موجود هنا خلاص، الناس هتبقى دي صح وprofessional ويعرفوا يتعاملوا. يمكن هو ده حلم إن شاء الله يعني يكون موجود في قابل يوم من الأيام للتحقيق إن بإذن شاء الله الله، يعني. بإذن الله. و لإن ده هيفيدنا إحنا كدكاترة، وهيفيد المرضى، وهيفيد إن أنت يكون عندك حاجات إحصائية كبيرة تعرف منها المرضى بتوعك إيه طبعًا، هم، وهيفيد طبعًا. البلد عامةً إن أنت يكون يبقى البلد بتاعتنا وجهة
للعلاج الطبي من بره نعم، والحاجات دي السياحة كلها. العلاجية. بالظبط، أيوه. لان مصر الحمد لله معروفه ان الدكاتره بتوعها الحمد لله ناس يعني في المجالات بتاعتها الحمد لله، كلها، الحمد في اي لله، في مجال الحمد لله التخصصات الحمد لله في جميعًا. التخصصات بتاعتنا زي الفل. فاحنا انه نبدا نوجه الحاجات دي كلها. بس ده حلم كده ممكن يكون شامل المهنه وشامل المجال بتاع الاعصاب نفسه في بعضيهم. فان شاء الله يطلع الحلم ده باذن الله يتحقق يعني في يوم من الايام يعني باذن الله. بإذن الله. آخر حاجة نختم بيها خالص، عايزك تدّي رسالة ل للمشاهد جوّه البيت المصري دلوقتي. الحلم ده إحنا مش هنحققه، مش هنوصل ليه إلا لو أنت عزيزي المشاهد كان عندك الوعي بكذا أو عملت معانا كذا، ونصيحة مني تاخد بالك من كذا. النصيحه الاولانيه ان احنا ناخد بالنا من الامراض نفسها، نبدا نشوف الامراض ايه هي، نعرف ابسط حاجه عن الامراض. تمام، نعرف التعامل مع المرض ده ايه هو ببساطه خالص. ببساطه انت لو دخلت دلوقتي عملت سيرش او شفت اي فيديو، هو دقيقتين 3 4 خلصنا يعني. الحوار بقى بسيط دلوقتي خالص، ما بقاش زي الاول. فالداتا موجوده، انت ابدا اقرا بس فيها، اعرف البيز بتاعك كده. يعني ايه سكتات دماغيه، اعرف اتجنبها ازاي. والدي دلوقتي كبر في السن، اتجنب الحته دي ممكن ازاي، وهكذا. يعني يبقى في شغف في الحته دي. ده اول حاجه. تاني حاجه، ناخد بالنا ان المجال بتاع الاعصاب للاسف يعني في ناس يعني بتستغله بطريقه خاطئه. والله. فناخد بالنا من الحته دي أنا خالص. عايز أحكي حكاية والله العظيم حصلت. كان ليّا واحد زميلنا يعني إيه، يعني للأسف بُص هو كل المجالات فيها الكويس فيها. اكيد طبعا. هو الموقف يبكّي بس هو يضحّك. زميلنا راح للمريض، فالمريض يا عيني عنده شلل، فقال له طَب يا دكتور حَط له جهاز الفرادك. جهاز فرادك ده الجهاز اللي هو بيعمل نبضات، فحَط له جهاز الفرادك والفرادك قعد يتحرك كده. بعدين قال له طَب يا دكتور هو أنت لو زوّدت الكهربا أخف أسرع؟ قال له بس تدفع يلا أكتر. وفضل شغال ويقول له أحسن زي زوّد الفل. معاك فلوس ادّي يا دكتور. والله الحسابه بتحسب بقى. للأسف في كتير كده. بس لا يعني والله. بُص دي حاجه مش يعني مش اصح للأسف، حاجه. للأسف. بس يعني هو لو يعني المرضى نفسهم عندهم العلم البسيط خالص للحاجه يبقى دي، فاهم ويبقى صحيح. واخد باله ايه الحاجه اللي ممكن كده انا بيتنصب عليا فيها، وايه الحاجه اللي صح إمم. يعني تمام اركز فيها. صحيح، صحيح، صحيح. دي صحتك فتستاهل يعني، تستاهل إن انت تدور وراها. إمم. ده صحتك ودي فلوسك، فانت لازم بالراحه كده تشوف انت بتدفع فلوس في ايه، وايه المردود بتاع الحاجه دي، وهل في ناس اتعاملت مع الحاجات دي ولا لا، صحيح، واتعاملت وخفت ولا لا. صحيح، صحيح، صحيح. وفكره العلاج او ان انا اخف في النيورو مش معناها ان انت تخف يعني ايه احنا شلنا الجلطه فانت بقيت سهل. تمام، لا مفيش حاجه طبعًا، اسمها لا كده. طبعًا. تمام، آه. انت تخف دي يعني انت تعرف تنزل شغلك، تعرف تدخل حمام تبقى لوحدك، functional تعرف تقدر تأدّي حياتك حاجات الfunctional وظيفيه daily طبيعيه living بتاعتك خالص بالظبط بشكل كده. سليم صحيح. بس دي حاجات بسيطه خالص إن المفروض ان احنا نعرفها. واكبرهم هي حته ان ناخد بالنا من الناس اللي احنا بنتعامل معاها، ما يكونش في شويه نصب ما الكلام ده كله، لان إمم. المجال ده فيه ماده خصبه بيلعبوا على الامل بتاع المريض. نعم، نعم. مريض مثلا حصل له لا قدر الله اصابه نخاع شوكي، المريض ده لو انت مسكته في الشارع ممكن يدفع اللي وراه واللي قدامه نظير بس كلمه انت يرجع قلتها له انا هحسنك في آه، جلستين. آه. الراجل ده ممكن يبيع كل حاجه كل حاجه ويقول لك يلا يا باشا مشيني. سبحان الله فلازم العظيم. ناخد بالنا من الحوار ده. وفي اول مرحله من الاصابه او اول مرحله من التعامل ما تجريش تعمل كل حاجه بالراحه. بالراحه، توكل على الله كده. دي ابتلاء من ربنا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. بالراحه يا باشا كده الدنيا هتمشي كويس. وابدا اسعى واسال واحده واحده وشوف الدنيا تمشي ازاي. باذن الله ربنا كريم يعني والدنيا تمشي كويس. والحمد لله الحمد لله دلوقتي في مصر بقى في ناس متخصصين في المجال ده كتير كنيورو ريهابيليتيشن يعني. والحمد لله بقوا على قدر كافي من العلم وبقوا منتشرين في محافظات كتيره مش في القاهره بس. فالحمد لله بدأ المجال ده يكون في ناس ماسكه نفسها عارفه هي بتعمل ايه كويس، واحده واحده كده. كويس أوي. وعلى الاقل على الاقل ما تاذيش المريض، بالعكس ده تكون بتفيده لدرجات كبيره عشان الدنيا بتمشي كويسه. فيتعب بس نفسه يوصل للناس دي عشان دي بالضبط، صحتك، بالضبط، فلازم بالضبط. تتعب لها. غير كده ما يعني لو عرفنا نوصل للنقطه دي خلاص يعني ان شاء الله أحسنت الدنيا والله، كلها تبقى أحسنت. تمام يعني. بُص يا دكتور محمد أنت نورتني النهارده، ربنا يبارك فيك يا حلقة دكتور. جميلة جدًا، ده جدًا انا ودمها والله اللي خفيف. انبسطت جدا الله مع يبارك حضرتك فيك والله. والله بجد والله، وأنا سعدت جدًا بالقعدة ربنا معاك، يبارك فيك يا رب. والله دمك زي العسل، ربنا ربنا يبارك يخليك. فيك يا رب ويكرمك. ربنا يبارك فيك. والله أعزائنا المشاهدين أنا سعيد جدًا باللقاء، وأرجو إنه يكون أسعدكم. وهي الرسالة اللي عايزين نقولها في الآخر هي إنه التكاتف اللي بنحاول نظهره ليكم على الطبيعي بودكاست
بيننا وبين زمايلنا في مجال العلاج الطبيعي في السيزون ده، وإن شاء الله بإذن الله في تخصصات تانية في السيزونز اللي جاية. إحنا عايزين الكلام ده يبقى منتشر في جميع جوانب الأمة، جميع جوانب مجالات الحياة. محتاجين إن إحنا يبقى بيننا وبين بعض تكاتف وتكامل، زي ما أنا كدكتور عظام وزميلي دكتور محمد دكتور أعصاب في تكامل بيننا وبين بعض في التخصص، بنكمل بعض. زي ما النهارده أنا مجرد ما اتصلت بيه ودعيته على البرنامج ما فكرش مرتين، قال لي أنا جاي على طول. التعاون اللي بيننا عشان خاطر نقدر نوصل مثلا في البرنامج ان احنا نوصل ليكم كمشاهدين، او التعاون اللي بيننا بره البرنامج في العيادات او مع المرضى، المفروض التعاون ده يبقى في جميع المجالات. والحكايه دي ربنا سبحانه وتعالى علمنا انه يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فاحنا يا شباب وايها المستمعين الكرام، في نهايه حلقتنا لا يسعنا اولا الا ان احنا ندعي للامه بتاعتنا ان احنا نتكاتف، ونرجع تاني ان شاء الله باذن الله ايد واحده وظهرنا في ظهر بعض. وكذلك لا يسعنا إلا إن إحنا نشكر زميلنا الغالي دكتور محمد، ربنا يكرمك يا دكتور. دكتور محمد ياسين، اللي مشرفنا ورافع راسنا في مجال إصابات وأمراض الأعصاب. والحقيقة أنا سعدت جدا جدا بالحلقة، انا اسعد والله وإن يا شاء دكتور، الله ربنا بإذن يكرمك. الله نكررها تاني على اكيد القريب. اكيد باذن الله. وأشكركم يا جماعة المتابعة، وكان معكم رامي طارق.